السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في خبر اليوم: فضيحة الرئيس الجزائري يعترف أمام شنقريحة أنه لا يريد الحرب مع المغرب. وقبل ما نبدأ لا تنسى الاشتراك في القناة لكي يصلك الجديد. قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأحد أن بلاده لم تكن مصدر تهديد لأحد، وأن اكتساب القوة العسكرية أولوية لحماية سيادتها أمام محاولات تهديد الاستقرار في المنطقة. وأكد الرئيس تبون خلال إشرافه على تنفيذ مناورة عسكرية سنوية بالذخيرة الحية نظمها الجيش في منطقة الجنفت وسط البلاد أن عقيدة الجزائر كانت ولا تزال دفاعية، وأنها تحرص دائما على احترام سيادة الدول، كما أن لم يسبق لها منذ استقلالها أن كانت مصدر تهديد أو اعتداء على أحد. وبحسب تبون فإن السياقات الإقليمية تزيد من عزمنا في عصرنة منظومتنا الدفاعية ومعداتنا والتحكم فيها لمسايرة التكنولوجيات المتطورة والتحكم في تقنياتها بهدف حماية أمننا ومصالحنا الوطنية الحيوية والدفاع عن حدودنا البرية والبحرية ومجالنا الجوي. وحصل الجيش الجزائري هذا العام على موازنة هي الكبرى منذ استقلال البلاد بلغت 22.3 مليار دولار أمريكي، بما يقارب ربع الموازنة العامة للبلاد، وجهت لتنفيذ صفقات أسلحة وتطوير قدرات الجيش البرية والجوية والبحرية واقتناء منظومات حديثة وتجهيزات لصد الحرب الإلكترونية. وتعد هذه المرة الأولى التي يشرف فيها الرئيس الجزائري على مناورات للجيش، إذ جرت العادة أن يحضرها قائد أركان الجيش الأول سعيد شنقريحة.